شركة كوكاكولا، الشركة اللي الكبير والصغير كيعرفها، تأسست على يد جندي أمريكي متقاعد لهدف علاج الإدمان ديالو على المورفين. فكيفاش تمكنت هذه الشركة من الوصول للمكانة الحالية ديالها كواحدة من أكبر وأنجح الشركات في العالم وتولي مرتبطة بالسعادة ديال الناس على الرغم من أنها العكس تماما؟ وكيفاش أصبحت رمزا للثقافة الأمريكية في جميع أنحاء العالم؟ القصة ديال شركة كوكاكولا كتبدا في أواخر القرن 19 ميلادية، وبالضبط سنة 1865 في أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الحرب الأهلية اللي كانت تم في ذلك الوقت تعرض جون بيمبرتون لإصابة خطيرة جدا في معركة كولومبوس، واللي كانت كتهدد الحياة ديالو. والأطباء من أجل أنهم يخفوا من الألم ديالو عطاوه المورفين. وخلال مدة العلاج ديالو وكثرة تناوله بجرعات كبيرة من المورفين، جون بيمبرتون أصبح مدمن على هذه المادة رغم الشفاء ديالو ونهاية الحرب الأهلية. جون بيمبرتون بعد نهاية الحرب الأهلية رجع للعمل ديالو الطبيعي، واللي هو دكتور باحث في مختبر لإنتاج الأدوية وبيعها، بمعنى صيدلية. اختلاف هو أنه في ذلك الوقت الصيدليات كانت ماشي غير كتبيع الأدوية بل كتنتجها أيضا، إلا أنه كان كيعاني بزاف من الإدمان ديالو على مادة المورفين. وباش يعالج الإدمان ديالو قرر يبتكر شي سيروب أو مشروب يساعده في التخلص من هذا الإدمان. وبعد بحث طويل توصل لمشروب اللي كيتكون من أوراق نبتة الكوكا. والكوكا تسمات لأن فيها نسبة من مادة الكوكايين، هي اللي نسبة ماشي كبيرة بزاف، ولكن كان ديك الساعات مسموح بالاستعمال ديال الكوكايين، أي أنه كان ماشي غير قانوني، ولكن ما كانش شي سبب كيدفعهم لأنهم يمنعوا الاستعمال ديالو، خاصة أنه ما كانش معروف كيف ما معروف في الوقت ديالنا. وملي كنقول الكوكايين كيف ما سمعتوا الكوكايين البيضة زائد النبيذ الأحمر زائد جوز الكولا الإفريقي، واللي هي بذور كتحتوي على نسبة عالية من الكافيين. وأول مشروب وصل ليه سماه بيمبرتون فرنش واين كوكا، وبدا البيع ديالو ايضا كدواء لعلاج الادمان والاكتئاب والقلق. وبسرعه كبيره هاد السيرو او المشروب اللي توصل ليه ولا مطلوب بزاف عند الناس، ولا كلشي كياخذو. الا هاد الشيء ما طولش بزاف، حيت انه في سنه 1885 نفسها قررت ولايه اتلانتا حظر الكحول والمشروبات الكحوليه من اي نوع، وهذا الشيء اللي كيعني النهايه ديال المشروب السحري ديالو. هاد الشيء خلى جون بيمبرتون يبدل الوصفه ديال المشروب ديالو ويحيد النبيذ اللي كان المصدر ديال الكحول في المشروب، ويسمي المشروب لأول مرة كوكا كولا. كوكا جاية من أوراق نبتة الكوكا، وكولا جاية من بذور الكولا الإفريقية اللي بجوجهم داخلين في التركيبة ديال المشروب الأولي ديال كوكا كولا. لكن الوصفة الأصلية بالمكونات كاملة ديال المشروب الأشهر في العالم حتى واحد ما عارفها لحد الآن، باستثناء عدد قليل من الموظفين اللي حتى واحد فيهم ما كيعرف الآخر، والناس العامة ما كتعرفهمش. مع التطبيق التام لحظر الكحول والمشروبات الكحولية في ولاية أتلانتا، هادشي خلى الناس يقلبوا على البديل، وهادشي اللي استغلته شركة كوكاكولا. ولكن رغم ذلك في السنة الأولى لها حققت كوكاكولا $50 من بيع المشروب ديالها، مع خسارة تقدر ب$20، أي أن العام الأول كان كامل داير على والو. لكن سرعان ما بدات كوكاكولا كتنال الإعجاب ديال الناس، وكانت كتباع في صيدلية جاكوبس فارماسي اللي خدام فيها جون بيمبرتون. وفي ذلك الوقت كانت شائعة أو مسألة عادية أن نوافير الصودا كتكون كتباع في الصيدليات، بسبب الاعتقاد اللي كان في ذلك الوقت أن المشروبات أو المياه الغازية مفيدة للصحة. كما أن جون بيمبرتون كان كيروج ليها على أساس أنها علاج لإدمان المورفين زائد مجموعة من الأمراض الأخرى. الشركة في وقت وجيز عرفت نجاح كبير وبدات كتحقق أرباح كبيرة. وفي سنة 1888 قام جون بيمبرتون ببيع ثلث الشركة لرجل أعمال شاب كان الاسم ديالو هو آسا كاندلر مقابل $500 فقط. إلا أن المفاجأة وقعت يوم وفاة جون بيمبرتون في 16 أغسطس سنة 1888 نفسها. هادشي اللي خلى الابن ديالو تشارلي بيمبرتون هو المالك ورفقة آسا كاندلر، إلا أن ابن جون بيمبرتون كان مدمن للكحول ولجميع أنواع المخدرات. هادشي اللي خلى آسا كاندلر يتخذ جميع الطرق الممكنة باش يتخلص منه، وهادشي اللي طرا تماما، حيث أن آسا كاندلر تمكن من أنه يصبح المالك الوحيد لشركة كوكاكولا قبل نهاية سنة 1888 مقابل مبلغ لا يتعدى $2300. خلال القرن العشرين ميلادي تعرضت شركة كوكاكولا للاستحواذ أو البيع أكثر من مرة، مع عرضها علنا للبيع في البورصة. أما كاندلر مباشرة بعد أن أصبحت الشركة كاملة ديالو خدم على توسيع مجال البيع، وخلى كوكاكولا تولي تباع في العديد من الصيدليات غير الصيدلية الرئيسية، وروج كوكاكولا على أنها مشروب منعش وبارد وصحي يمكن لأي واحد يستمتع به سواء كان مريض أو لا. وأصبح كيبيع المشروب في صالونات المشروبات اللي كانت بحال المقاهي ديالنا ديال هذا الوقت زائد البيران حتى هما. إلا أن المشروب في ذلك الوقت كان كيتوزع في كؤوس اللي كانوا كيعمروهم من نافورات الصودا اللي كانت كتكون في هذه المحلات، وكان مازال مبدا البيع ديال كوكاكولا
كوكاكولا في قنينات الزجاج اللي كنعرفوهم حنا اليوم. آسا كاندلر كان عبقري فيما يتعلق بالماركتينغ والتسويق للمنتوج ديالو، وهادشي اللي خلاه يخسر بزاف ديال الفلوس باش يروج ويزيد من المبيعات. واحده من اشهر حيل التسويق في العالم هو اللي ابتكره، واللي هي توزيع آلاف من البطاقات المجانيه اللي يمكن لاي شخص يبادلها مقابل كأس من كوكاكولا في اي محل لبيع المشروب. وهذه البطاقه هي ما يعرف اليوم بقسيمه الشراء، ولهذه الساعه مازال آلاف ديال الشركات كتستعملها لتسويق المنتجات ديالها وزياده من نسبه المبيعات. هذا الشيء خلى كوكاكولا تولي كتباع في كافه انحاء الولايات المتحده الامريكيه وكندا حتى هي، ولكن كان صعيب بزاف يوصلوا المنتوج ديالهم لاوروبا وكافه انحاء العالم، وذلك لاختلاف الثقافات الكبير اللي كان في ذلك الوقت. وفي سنه 1899 غادي يقرر آسا كاندلر يولي يبيع كوكاكولا في قنينات الزجاج اللي كنعرفوهم اليوم، بمعنى الناس ولاو يقدروا يشريوهم ويديهم معاهم يشربوهم فين ما بغاو. آسا كاندلر براسو تفاجأ من النجاح اللي بدا كيحققه من بيع قنينات كوكاكولا وكيفاش الناس بداو كيطلبوها بطريقه جنونيه. ولكن في سنه 1919 كوكاكولا تباعت لمجموعه من المستثمرين بما يقارب 25 مليون دولار اللي بداو يطرحوها للبيع في البورصه. هنا كتبدا القصه ديال التطور وازدهار شركه كوكاكولا باش تولي اكبر شركه مشروبات في العالم، يولي عندها اكثر من 500 علامه تجاريه كتباع في اكثر من 150 دوله حول العالم. ولكن في طريق هذه الشركه العملاقه كان بزاف ديال المشاكل والصعاب اللي تجاوزاتهم شركه كوكاكولا بعبقريه التسويق ديالها. واول مشكله واجهتها هي تقلص مستوى الطلب والبيع ديال كوكاكولا بشكل كبير في فصل الشتاء، خاصه ان كوكاكولا كان كيتروج لها على اساس انها مشروب بارد ومنعش. هنا قررت شركه كوكاكولا في عشرينيات القرن الماضي تبدا واحده من اشهر حملاتها الاعلانيه باش ترفع من حجم المبيعات في فصل الشتاء. وهذه الحمله شملت واحده من الشخصيات اللي كتعتبر هي رمز فصل الشتاء في امريكا، واللي هي سانتا كلوز او بابا نويل. وصايبوا المئات من الملصقات الاعلانيه اللي كتربط كوكاكولا ببابا نويل باش يروجوا لها على انه مشروب كيصلح حتى لفصل الشتاء وانه مشروب للسعاده ويمكن لك تشربه في جميع اللحظات الجميله ديالك. واستمروا في هذه الحمله الاعلانيه لسنوات او عقود من الزمن. وهذه الحمله الاعلانيه كان عندها الفضل الاكبر في جعل مشروب كوكاكولا مشروب امريكي ايقوني من دامج الثقافه الامريكيه. واستمرت كوكاكولا في حملاتها الاعلانيه الايقونيه خاصه مع بدايه سبعينيات القرن الماضي في استعمالها للراديو والتلفاز في ترويجها لمنتجاتها. وبزاف من هذه الاشارات كتعتبر من اشهر الاعلانات التسويقيه عند الامريكيين، زائد انها كانت من اول الشركات في العالم اللي كتقوم برعايه البطولات والاحداث العالميه واستعمالها للرياضيين المشهورين في ذلك الوقت في اعلاناتها التلفزيونيه. وهذا الشيء اللي مازال كوكاكولا كديرو ليومنا هذا واكثر من جميع الشركات في العالم، رغم انها كتعتبر من الشركات الايقونيه واللي ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. وهذا الشيء اللي كيبين لنا اهميه التسويق والاشاره عند الشركات سواء كانت شركه كبيره او صغيره. كوكاكولا منذ التاسيس ديالها الى غايه سنه 1980 كانت كتبيع منتوج واحد واللي هو كوكاكولا كلاسيك اللي حنا كاملين كنعرفوها. لكن هذا الشيء غادي يتبدل بانتاج كوكاكولا لاول مشروب مختلف عن المشروب الاصلي واللي هو دايت كوك، اللي كان كيتروج ليه على انه ناقص بزاف في السكر وناقص بزاف في الكالوري او السعرات الحراريه. من المشروب اللي حقق الكوكاكولا اكبر نجاح لحد اليوم بعد المشروب الاصلي. وبعد 3 سنوات خرجت مشروب اخر سمته نيون كوك، لكن كان مشروب اللي كيخالف توقعات كامله واللي فشل كبير جدا. ومع مرور السنوات الشركه خرجت العديد من مشروبات كوكاكولا بنكهات مختلفه بحال كوكاكولا تشيري او كوكاكولا فانيلا وكوكاكولا زيرو اللي مازال مستمره في الانتاج ديالها الى يومنا هذا. شركه كوكاكولا هي المالكه لكل من فانتا وسبرايت اللي كيتعتبروا حتى هما من اشهر المشروبات الغازيه في العالم، واللي الاصل ديالهم بجوج من دوله المانيا استحوذت عليهم في البدايات ديالهم. شركه كوكاكولا خدا منها الامر اكثر من 130 سنه باش تطور العلامه التجاريه ديالها والسمعه العالميه ديالها وتوصل للمرتبه السادسه كاغلى علامه تجاريه في العالم، والرتبه الثانيه كثاني اشهر علامه تجاريه في العالم بعد نايكي. وتولي القيمه السوقيه ديالها هي 64 مليار دولار كاكبر شركه في العالم في مجال غير التكنولوجيا والعالم الرقمي. كوكاكولا كتبقى واحده من اشهر العلامات التجاريه في العالم وايقونه المشروبات الغازيه اللي بدات مع مدمن مورفين باغي يعالج راسه من الادمان ديالو الى ما هي عليه اليوم. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.